وقف الفأر نابحا صوته وقال للأسد: أنت ممثل قدير. فأكمل الأسد حديثه ونال إعجاب الجماهير، فزاد الفأر من نباحه، فبحث الأسد عن هذا الصغير، فالفأر لا يدرك كم هو ضئيل حجمه بين المغاوير. وهل نسي الفأر زحفته عند بيت الأسد الكبير؟ قال الفأر: سنحاصر بيت الأسد حتى يطير. فأخرج الأسد بعض الأشبال فهرب جريا تحت السرير، ولكن الفأر كعادته يعشق الكلام ويهوى الأساطير. قال: سنحرر الإعلام من فساده، وهو من أظهر هذا الحقير. ظهر في كل قناة وجلس مع كل فتاة وقال الكثير، وتاه عقله وذهب إلى عروس البحر، وكان هذا اللقاء الأخير. حشد فئرانه إلى هناك، فحضر الرجال هناك استقبالا خطير. أكرموا فئرانه ولقنوهم درسا كبير، ولكن بحثنا عن الفأر الكبير فلم نجد له أثرا ولو صغير. قالوا: فصل هاتفه فلقد ضاع الشاحن، وهذا أمر خطير وأمر عسير. يا شيخنا يا كذاب كذب الإبل، كما قال اللمبي الخطير. أصدق مرة في قول أو عمل، وكفاك بأمك يا بعير. قلت ظلموك وستظهر أنت حقائق، ولكنك كذاب شرير. لم نرى منك إلا غباء، ولم نرى ممن حولك إلا خرفانا تسير. يسيرون ورائك بلا عقل وبلا ضمير، ولو فكروا مرة فيما يفعلونه لدفنوك تحت السرير. فهو مكانك حينما يتحدث الأسد يا فأر، عليك الإنصات بضمير. إلزم جحرك ولا تخرج منه، فالمصائد أصبحت كثير. هل عرفتم أنه لا يجب أن لا يلتفت الأسد إلى فأر صغير؟